مين منا ما بيحب الوردة المشوية، وخاصة إذا كانت على الطريقة السورية. والريحة يا سلام، والطعم بينقال فيه أجمل كلام، وخاصة بوجود الأهل والأحباب. وتابعوا الفيديو للآخر لنحضر الطريقة سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 10 كيلو وردة دجاج، نقعتهم بالخل وغسلتهم كتير منيح. وبحتاج للتتبيلة كاستين مي كبار، كاسة زيت زيتون كبيرة، كاسة لبن زبادي صغيرة بمقدار 3 معالق، كاسة خل صغيرة، ملعقتين دبس فليفلة، ملعقتين دبس بندورة، وشوية ورق غار، و4 فصوص توم مقطعين. وأكيد مقادير البهارات اللي رح أقولها بالملعقة الكبيرة، ملعقة الطعام اللي بناكل فيها. 4 معالق ملح، ملعقة هيل مطحون، ملعقة بودرة بصل، ملعقة بودرة ثوم، ملعقة بابريكا، وملعقة كزبرة يابسة، وملعقتين فيجي. هاي البهارات هي خضار مجففة ومطحونة، وملعقتين كاري. والمكونات اللي موجودة قدامنا بدنا كلهم ننزلهم بزبدية واحدة ونخلطهم منشان نتبل الدجاج فيهم. أول شي كاسة المي، بعدها الثوم والبهارات بننزلهم، دبس البندورة، دبس فليفلة، زيت الزيتون، اللبن، الزبادي، والخل، وورق الغار. نخلطهم مع بعض شوي لحتى يدوب الملح، ومنضيف كاسة مي تانية ومنحركهم. هلأ صاروا جاهزين. منجهز جاط كبير ونبلش منغط قطع الدجاج بقلب التتبيلة، ومنصفهم ومنوزع ورق الغار بيناتهم. وهي التتبيلة صارت جاهزة، وصفينا قطع الدجاج وصاروا جاهزين. منغطيهم ومنحطهم بالبراد 6 ساعات لناخد أفضل نتيجة، وفيكن تتركوهن أكتر من 6 ساعات. بعد ما مضى عليهن 6 ساعات طالعناهن وجهزنا الشبك وصفيناهن على الشبك، وهلأ صاروا جاهزين للشوي. وهي أول وجبة وردة حطيناها على الفحم، وغزيناهن كلهن بالسكين منشان يستوي قلبهن. كل 5 دقايق منقلبهن. أخدوا استوى تقريبا 25 دقيقة، والريحة أكيد كانت غير شكل. ولبين ما تستوي الوردة حبيت سوي شوية رز جنبن. كيليين رز، حبة طويلة غسلتهم كتير منيح، طبعا ما بدو نقع، وحبتين بندورة كبار، و4 حبات فليفلة كبار، وحبتين بصل كبار، كاسة زيت نباتي كبيرة، ملعقتين سمنة كبار، شوية ورق غار، وكام حبة هيل، وكام حبة قرنفل. والبهارات ملعقة ماجي كبيرة، وملعقة كركم كبيرة، وملعقة كاري كبيرة، وملعقتين ملح كبار. أول شي مننزل السمنة، وبعد الزيت النباتي، وبس دابوا مننزل البصل ومنحرك. وبس دبل البصل عندي مننزل البندورة ومنقلبهن مع بعض. وبس دبلت البندورة مننزل قطع الفليفلة ومنقلبهن مع بعض. وهلأ مننزل ورق الغار والهيل والقرنفل، وكل ما نزلنا مكون منقلبهن مع بعض. وهلأ البهارات والملح والمي، طبعا كل كاسة رز بدها 1.5 كاسة مي. وهلأ بلشوا يغلوا مننزل الرز فوقن، وبعد ما يغلوا بنتركهم 10 دقايق، وبعدها بنغطيهم نتركهم 25 دقيقة ليتنبتوا. وبعد ما استوى الرز صار جاهز للسكب، وما شاء الله ما في داعي نحكي، المنظر لحاله بكفي. بنفرد الرز شوي، وهلأ بدنا نصف الوردة عليهم. ورح زينهم بشوية بيواز اللي هو البقدونس والبصل والسماق.
وهيك رزاتنا صاروا جاهزين. يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات عجبتكم فكرة الدجاج المشوي فوق الرز. وكمية الوردة الباقية شويناهن ووزعناهن بصحون مع بصل مشوي وبندورة مشوية، وما ننسى صلصة الدقوس والسلطة والمايونيز. وهيك سفرتنا صارت جاهزة، وإن شاء الله ألف صحة وعافية. إذا عجبتكم الطريقة يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، واللي عم يشوف المحتوى لأول مرة بتمنى يشترك بالقناة.